وده الخامة اللي خلتني أوصل. صباح الخير. صباح الخير. ازيكم؟ اخواتي عاملين ايه يا رجالة؟ حبيبي، يا رب دايما كده تكونوا بخير. كنت طالع اطمنكم على الشغل الجديد. خد بالك انت ازاي. احلى ورديان في الدنيا، الورديان واهل الورديان. كنت طالع اطمنكم على الشغل الجديد. تمام، بقول لكم انا ان شاء الله في تالت يوم العيد مسلم يقرر انه يحتل الترند. فاهم؟ يحتل بقى الترند كله بقى، فمش هتشوف بعد كده غير غير مسلم في الترند. ان شاء الله بحبكم ثم حب ربنا الى الشغل ونجاح ان شاء الله يا رب. بطمنكم ان في العيد في مفاجآت. طبعا انا من قيمة كام يوم نزلت تراك سبتها، مكسر الدنيا طبعا وشغال الحمد لله. في بقى ان شاء الله في العيد نعمل شغل كبير جدا. في خطر انا وحوده بندق ومواليد ايطاليا، والبوم اصلا يعني البوم مواليد ايطاليا كله تراكات بقى اللي كله مستنيها. انا على الهوا واخدت المنهج واسف يا نفسي وحاجات كتير هتنزل. يعني بقول لكم ان شاء الله في احتلال جاي، انا بس بحضر لكم عشان تسمعوا شغل كويس زي ما عملت اول مره يوم ما نزلت كده بالاسم دبابه، ونزلت بغمولي عين، ونزلت بكلام كتير، فبعمل نفس الفكره. فطبعا بقى انتوا كلكم مستنين. انا عارف ان في ناس كتيره مستنيه تراك خطر بتاعنا وانتوا. يا اللي سيرتي تعباك قلبك اسود بلاك، اسمي مسمى غصب عنك، واسأل هنا وهناك. حد عنده اي اسئلة عايز يسألها وانا ارد عليها؟ اسألوا كده في الكومنتات وربنا يعيني وارد ان شاء الله. حبيبي، احلى الشرقية واهل الشرقية الرجالة التمام الجدعة، اخواتنا طبعا. طبعا انتوا كلكم عارفين انا بقعد في البيت 24 ساعة شغال والله. مش بشوف حتى اصحابي، مش بشوف الناس اللي معايا، مبطلعش غير على الشغل بتاعي، ومن الشغل بتاعي على البيت. وطبعا ببعت كامل تهنئي وشكر خاص والف سلامة طبعا، ويقوم رب بالصحة والخير استاذ هاني شاكر. علشان هو تعبان فعلا، حالته تعبان جدا. ربنا يا رب يشفيه ويقومنا بالسلامة ويكمل حياته الصحية على خير. اخر حاجة عملتها مع فيلو كانت حباية زرقاء. في ان شاء الله افكار جايه كتير. يعني انا والله بحاول اغير من لوني كل مدى، يعني فاهم؟ ما بحبش اغني على نفس الشكل.
وفي الالبوم فيه اغنيه مع السادات طبعا، عامل اغنيه مع السادات اسمها لعنه الفراعنه. عامل حاجات كتيره جامده يعني. حضر لكم ألبوم محترم بشكل كويس وتسويق كويس، وهيبقى الراعي الرسمي لحاجات كتيرة جدا. ممكن تبقى فودافون، ممكن تبقى ريد بول، ممكن تبقى بيبسي كده يعني إن شاء الله. أي حد صوته حلو طبعا يبعت فيديو، وأنا والله لو في إيدي المساعدة هعملها طبعا يعني. طبعا سيبتها كده، ده كان غرور العظمة راكب مخها. والله ما في اي حاجة يا صاحبي، يا ابو ريان يا هواري، ما فيش اي حاجة. كله في العيد هينزل، كله في العيد هينزل، والشغل هيكبر. والحمد لله بخلص موضوعي مع النقابة اهو، وبعمل بقدم بس بورقي علشان خاطر هما مشكلتهم في الورق. ورق بيخلص ان شاء الله خير. احلى المحلة في الدنيا، زي الزفت. ايه رأيك في لبسها؟ زي الزفت. ماليش دعوة يا عم. كنت زمان بلعب في الكيو اف سي، يعني انا اللي خلاني اجيب في الكليب الفكرة دي. مواليد ايطاليا ده يمكن اكتر سوري، اكتر كليب بتعبني فعلا تصويره مواليد ايطاليا. التصوير قعد معايا اكتر من شهر. وتعبت فيه جدا يعني. صورت لقطة في اسكندرية، مشهد في اسكندرية، رحت على صحراء كده على طريق السلوم بين ليبيا والحدود والكلام ده، صورت برضو حتة هناك. غير ان جيت هنا القاهرة صورت في الكيو اف سي بتاعت المصارعة، ودي كان اول حد يعملها طبعا. الفكرة دي ما عملهاش غير احمد عز في فيلم الخلية، ده اللي انا شفتها الصراحة، لكن ما شفتش حد جابها في كليب. كان كله بيستعمل البوكسنج بس. ان شاء الله الحفلات جايه كتير، وانا مكمل شغلي وكل حاجه تمام. وقبل ما بطلع طبعا اي اوردر او فرح او حفله او كده، بيبقى في مواصله بيا وما بين النقابه، يا اطلع يا لا يا كده يعني. فخير يعني، هم اخواتي وهم مفيش اي حاجه ما بيني وما بين اي حد. الحمد لله. الشخص الكويس ربنا بيوقف له الناس الكويسه. انا قلت بس كده. ان شاء الله خير، وقلت اطمنكم علشان خاطر تعرفوا الشغل اللي جاي ايه. للاسف فيلو مش معايا في الالبوم، والله انا كان نفسي طبعا، بس ما تواصلناش مع بعض كتير الفتره دي بسبب ان هو عنده شغل وانا عندي شغل كتير. بس هتسمعوا حاجه مختلفه، لان هو اكتر الالبوم يعني اكترية الالبوم انا مش بغني مع حد. اكترية الالبوم ممكن تكون اغاني سنجل لوحدي. حد عنده اسئله تاني؟ انا عايز اسال، احنا معاكم لسه بس ما وصل الطريق. انا بص الطريق واقف ازاي. انت السواق عارف سؤال كده، سلم على الناس. والله يا عم انا زهقان شخصيا من شعري، وحد زيت خلاص. قعدت بيه فتره كبيره، وشكلي كده عمل ستايل جديد. خير ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله ان يكون اللايف فاتكم، وبقول لكم استنوني بقى في اقوى الاعمال. العيد هيبقى فيه مفاجآت كتير، وانصحكم ان شاء الله كل اللي متابع معانا يتابع بقى. وقبل ما انزل اي حاجه اكيد هعرفكم.
خير ان شاء الله. ربنا يا رب كده يجعلكم دايما كويسين وخير لبعض، وما اشوفش فيكم اي حد وحش. صباح العسل.